ولا انت وهي خالد فين جايب لك هديه و25 جنيه بس. تعالوا سريعا كده اعرفكم على معرض كوتا. معرض كوتا فيه 35 مطعم، انت متخيل الرقم؟ بس انا النهارده مش جاي اقول لك ريفيو على مطعم، النهارده جاي اقول لك ازاي تبسط نفسك ب 25 جنيه بس. بص بقى يا سيدي، ما بين 70 خيمه في رمضان انا جايب لك النهارده واحده لقطه ب 25 جنيه بس، ولو انت هتفطر من معرض كوتا مش هيحاسبوك على 25 جنيه، فانت كده كده كسبان، وكمان الفيو بتاعك كله شايف البحر. اما لو انت بقى مش حابب تفطر هناك فعندك ان انت ممكن تروح اي وقت وتدفع 25 جنيه وتحضر كل العروض اللي انت هتشوفها معايا دي. اما بالنسبه بقى للفطار بتاعنا فطلبنا من امبيريا، وده توكيل اوروبي لعربيات اكل لسه فاتحه جديد في كوتا قلب الدنيا، وطلبنا برده من سنراي، وده عامل ميكس بين كل حاجه احنا محتاجينها ومش محتاجينها. بس انا عايز اقول لك على حاجه واحده، والله العظيم هصدمك دلوقتي. بص بقى يا سيدي، 2 تشيكن جريل و2 كفته وبرام خضار وسلطه وعيش، وكل ده المفروض ان هو ب 140 جنيه بس، عشان خالد فين بقى ب 110. وافتكر كمان معايا كده ما قلت لك ان انت لو قعدت كلت مش هتدفع ال 25 جنيه، فانت كده كسبان كسبان. واسف يا عزيزي لو طولت عليك، ويلا بينا نبدا الفقره بتاعتنا. وبعد ما اتفرهدنا بقى في الرقص النوبي قلنا ننزل بقى نروق على نفسنا من عند واحد اسمه السكالانس، بيبيع السندوتشات بتاعته رخيصه قوي يا جماعه، وعربيه صغننه كده وبسم الله ما شاء الله، ناس لعيبه في شغلها. وكمان في واحد جنبه اسمه دهب بيعمل بقى حلويات كده من اللي ايه، من اللي قلبك يحبها. اصبر عليا انت لسه شفت حاجه؟ طب انت هتتخيل معايا ان السندوتش عنده بيبدا من 6 جنيه، واقسم بالله يا جماعه يكبس السندوتش كبسه مش طبيعيه، ده من كتر الشوكولاته والمكسرات اللي حاططها كانت بتقع على الناس يا جدعان، كان بتقع على الناس اقسم بالله. الراجل ده معدي. والفايبس يا جماعه بتاعت المكان كانت جامده جدا جدا جدا، وكل ده كان ب 25 جنيه بس. اما بالنسبه بقى المكان بتاعهم فسهل وبسيط، والمكان ده في سوتر خلف مجمع كليات وجنب مكتبه اسكندريه. باختصار كده يا عزيزي انا جاي اقول لك ان المكان ده فيه كل حاجه انت محتاجها ومش محتاجها، وارجع اقول لك اديني سبب واحد ما يخلكش تروح خيمه ارض كوتا.